ما كنتش مصدق ان محمد رمضان. انا كنت فاكره رقاصه زنجيه. Thank you, boy. بالترتر لابسه ببدله الراس، قلت دي مش ممكن يكون راجل يعني. بس العربيه ب 20 مليون وعمال يستعرض. محمد ده انت لو كحت وشك 100 مره انت كده للاسف الشديد. هو ده نمبر 1. مرتضى منصور فتح النار على محمد رمضان وبيتريق عليه وبيهينه كمان. فاجئ المستشار مرتضى منصور الكل بهجوم ناري على الفنان محمد رمضان بعد حفلته الأخيرة في أمريكا، واللي ظهر فيها بلبس غريب جدا وصدره كله من الفضة بيشبه بالظبط بدلة الرقصات، وده خلاه يتعرض لهجوم واسع على السوشيال ميديا. ومش بس هجوم، ده جمهور محمد رمضان كله عمل له أنفولو على جميع حساباته الرسمية. المهم، المستشار مرتضى خلال لقاء في فيديو متداول قال: هو ده نمبر 1، ده طالع لابس بدلة شبه بتاعة الرقصات، ده اللي بيمثل مصر بره. أنا ما شفتش محمد رمضان، أنا كنت فاكره رقاصة زنجية. ما كنتش مصدق ان محمد رمضان. انا كنت فاكره رقاصه زنجيه. والشعب هو اللي عمل فيه كده وهو اللي وصله كده، سواء هو ولا غيره. الأسطورة وجعفر العمدة ده راح فضحنا وجه. وأضاف ساخرا وقال: أنا لو كنت مسؤول كنت منعته من السفر، ده بيسيء لبلده وبيفضحنا قدام العالم، وأنا بطالب أشرف زكي ومصطفى كامل يتصرفوا معاه ويحققوا معاه عشان اللي عمله غلط. قال كمان إن محمد رمضان مش فارق معاه كلام الجمهور، لدرجة إنه منزل ستوري بيحتفل إنه خلاص وصل لأمريكا. وما اكتفاش بكده، ده كمان حكى موقف قديم بيجمعه بمحمد رمضان وقال: أنا عارفه من زمان، كان جاي لي هو ومراته بشبشب ويعيط، وكان بيقول لي عاوز أمثل يا بيه، وأختي هي اللي دخلته المجال. الهجوم ده عمل حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واتقسم الجمهور بين مؤيد لكلام المستشار مرتضى منصور وناس تانية شايفة إن رمضان ليه ستايله الخاص وكل نجم ليه طريقته. بس الأغلبية محدش عجبه إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا، واللي حصل منه هناك ما بيمثلش مصر. الغريب بقى إن محمد رمضان مردش رد مباشر، لكنه نزل فيديو على حسابه الرسمي انستجرام وفيها أغنيته مافيا. كانت كلمات الكوبليه اللي هو نزله: الناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها. بعد فهمها إنها رد غير مباشر على الهجوم اللي بيحصل عليه من كل الجمهور. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده؟ هل رمضان هيرد رسمي ولا هيفضل ساكت؟ استنى رأيكم في الكومنتات على إطلالة محمد رمضان.